عم خالد هو أقدم عامل في المصنع، وشاف بنفسه التطوير اللي حصل في المكن، وسافر بره علشان يتعلم ويقدر يواكب التطور ده. عم خالد ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. الله يخليك بوجودك. انت اقدم عامل في مصنع قادر صح؟ ايوه يا فندم الحمد لله. بقالك كام سنه يا عم خالد؟ من سنه 89 يعني بقى لي 34 سنه ما شاء الله. يعني تقريبا عمرك كله اكتر عمري من كله قضيته هنا الحمد لله، ده بعتبره بيتي التاني يعني. ما شاء الله. يجي النهارده بالعمل. طب وايه اللي اتغير من سنه 89 لحد دلوقتي في الصناعه؟ اقول لك ان الاول كنا بنعتمد على الصناعه اليدويه والمهارات اليدويه. حاليا دلوقتي في مكن حديث اللي هو الليزر والبلازما واخيرا CNC. حلو. وانت شفت التطور كله، يعني انت شفت من ساعه ما كنا بنشتغل كل حاجه بايدينا بدايته لحد دلوقتي الحمد لله. اي مكنه بتيجي انت بقيت بتشوفها وتشوف الفرق وبتبقى سهل انك تتعلم. سهلت علينا كتير قوي طبعا عن الاول. دلوقتي الشغل اللي كان بتتعمل مثلا حضرتك في شهر بتتعمل في اسبوع وبجوده عاليه. اوكي. كفاءه اعلى طبعا. ما شاء الله. طب انا عرفت كمان ان حضرتك اتدربت بره مصر. انا سافرت روسيا اتدربت هناك، والحمد لله الخبرات اللي خدتها نقلتها هنا زي الاجيال اللي قبلنا معلمتنا، احنا علمنا برضه الاجيال اللي الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. طب قول لي خليك تستحمل يا عم خالد كل الوقت ده في مصر؟ بقى حضرتك ده بيتي ده، واكل عيش وجيب من هنا، والحمد لله يعني عمري كله قضيته هنا. ايوه. يعني لو رجع بيك الزمن هتكمل هنا او تروح مكان تاني هتكمل؟ وبعد المعاش كمان عايزين هاجي يا فندم. احنا صدرنا في 86. اول دوله خدت عمان، يليها الجزائر، وبعدين يليها ليبيا، انا اسف يليها الكويت. يعني امتى اخر مره طلعنا عربيات؟ لسه طالعه بتاعت فرنسا من 4 اشهر. فرنسا اخر حاجه 4 اشهر 16 عربيه. 16 عربيه. يعني اول واحده اول كونتينر كان سنه 84 كان عمان، واخر واحد فرنسا من 4 شهور. 86 كان 86 سوري عمان. يليها الجزائر خدوا عدد مناسب جدا. ثم الكويت ما شاء الله خدت عدد كويس جدا جدا. اخر حاجه فرنسا من 4 شهور. ننتظر خلال ايام جدا على فكره نوثق كل طبعا الحاجات دي. طبعا. لحد ما العربيه تخش على المركب. لحد والله لما بتنزل من المركب ومصور جات لي صدفه صوره عربيتنا اللي راحت فرنسا وهي شغاله دلوقتي في وسط هناك. لسه عندي مهندسه ما شاء الله هاله زميلتنا بعتت لي فيديو قالت لي العربيه بتاعتها اهي اللي لسه مسافره. اخر كونتينر هنجيبه من بره عشان احنا نبقى مكتفين ذاتيا. انا اتمنى كده نبتدي نقلل معدلات دخول الكونتينر طبعا. يعني دلوقتي بدل ما اجيب 4 عربيات جولف في كونتينر، لا انا اجيب كونتينر فيه مكونات 50 عربيه جولف وانا اجمعها المره الجايه الكونتينر ده هبتدي عملت حاجه عندي يبقى يعمل 100 عربيه جولف لحد ما اوصل 0 كونتينر لعربيه جولف. صح. وامشي بنفس المبدا ده على كل المنتجات. ان شاء الله كده هنوصل 0 ان شاء الله. يلا يا باشا جاهز؟ فين الكلاكس؟ اديله هاند بريك. اللهم صل على النبي. انا اول مره في حته اسوق مدرعه. ايه ده؟ لا امسك نفسك. جميله ما شاء الله. فين التكييف طيب؟ لو سمحت يا استاذ ما تلعبش زرار المدرعه. ماشي اوكي. مصنع قادر حقيقي فخر لكل واحد فينا. المصنع ده اللي شفنا جزء منه مش بس بيغنينا عن استيراد المدرعات ومنتجات تانية وبيوفر للدولة عملة صعبة، ده كمان بيصدر منتجاته لدول كتير، يعني بيدي دفعة مهمة للاقتصاد، وكمان بيدي ثقة لدول العالم في الصناعات المصرية المتطورة علشان الطلب على صناعتنا يزيد ونصدر أكتر منتجات عليها أحلى جملة: صنع في مصر.